اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات الفهيم. معانا باذن الله في الحلقه دي شرح كامل لمنصه باينانس اللي بتاعت العملات الرقميه على التحديث الجديد، لان حصل فيها تحديث قوي جدا لسه نازل حالا، والواجهه بتاعت المنصه اتغيرت. فانا ان شاء الله في الفيديو ده هشرح لك المنصه واليه العمل واليه الواجهه بتاعتها الجديده، عشان خاطر تبقى انت مطلع دايما على الجديد معانا في قناه الفهيم، وعشان خاطر كمان اي حد لسه مش فاهم النظام الجديد بيشتغل ازاي على منصه باينانس يكون فاهم. بس محتاج منك انك انت تدعمني باشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل، ومن غير كلام كتير يلا بينا على التفاصيل. طبعا اللي ما يعرفش ايه هي منصه باينانس هي اكبر منصه على مستوى العالم في تداول العملات الرقميه والعملات المشفره. وهسيب لك اسفل الفيديو رابط التسجيل المباشر في منصه باينانس لو انت ما عندكش المنصه وحابب انك انت تتداول على منصه باينانس في العملات الرقميه. دلوقتي اللي معاه المنصة ومعاه الحساب بتاعه عادي جدا، دلوقتي زي ما انتم شايفين طبعا الواجهة اتغيرت بالكامل زي ما انتم شايفين كده. واهم تغيير هنا هو كلمة قم بتخصيص منزلك باستخدام ادوات جديدة. هنضغط عليها بالشكل ده، هتلاقيه بيقول لك تجربة تداول جديدة، يضع هذا التحديث التركيز والتحكم بين يديك. وبيحصل بقى ايه نظام بقى هنشوفه جوه دلوقتي. هنقول له استكشف الان زي ما انتم شايفين. زي ما انتم شايفين هنا بيقول لك الرائج اضغط وامسك الاداه لاستكشاف الميزه الجديده. زي ما انتم شايفين بالضغط عليها ضغطه طويله كده بيقول لك تعديل الصفحه الرئيسيه. وانت عايز ايه من الصفحه الرئيسيه؟ هتقول له تعديل الصفحه الرئيسيه اهو. انقر لإضافة الأدوات هنا لو أنت عايز تزود أداة جديدة عايزها تشوفها في الصفحة الرئيسية. أشهر التوجيهات مثلا صاعد أو مش صاعد، باينانس مثلا، منصة باينانس أو العملة بتاعت باينانس نفسها هنا هو تقدر إنك أنت تستخدمها. أقول له كونفيرم. تمام. هنا انت بتحط بقى وبتبني النظام بتاعك زي ما انتم شايفين كده اهو. بتقول له اضافه تانية اهوت، وبتقدر بقى تشوف الناس مثلا تقدر تحط النسخ الفوري او نسخ العقود الاجله. تقدر تحط مستوى الخوف والطمع مثلا بالشكل ده اهو. تمام. بدون اي مشكله اهوت زي ما انتم شايفين. هنا اهو لقد استمتعت. ماشي، خلينا دلوقتي كده نشوف ان احنا خلاص حطينا التغييرات بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. وتقدر بقى تخصص كمان استكشافات جديدة اهو. تعديل الصفحة الرئيسية هنا اهوت برضو تقدر انك انت بكل سهولة تعمل اضافة كده وتزود زي ما انتم شايفين كده تخصيصات كتير جدا. وبتقول لها خصيصا تخصيصا لك او الكل. زي ما انت شايف بقى كده بتقدر تشتغل وتلعب زي ما انت عاوز في القصة اللي قدامك دي. هنا كمان بتلاقي فيه تعديل القايمة بالشكل ده. بتقدر بكل سهولة هنا تزود انت عايز تشوف ايه ومش عايز تشوف ايه. عندك المفضلات وعندك الرائج دولت بيكونوا بشكل بابليك بشكل رسمي، ما ينفعش تلعب فيهم. هنا انت بقى بتقدر تعمل مثلا تضيف الاعلى خسارة عايز تشيلها بتعلم عليها بالشكل ده. اخر حجم 24 ساعة لو انت مش عايزه بتعلم عليه بالشكل ده، او لو انت عايزه بتفتحه تاني بالشكل ده. جديد اللي هي بتكون العملات الجديده اللي نازله على المنصه بتقدر تعمل لها الغاء وتفعيل بالشكل ده. وفي الاخر بتلاقي اللي ظاهر معاك هنا هو اللي انت حددته بدون اي مشكله. الحاجه التانيه اللي ظهرت معانا جديد كمان انك انت عندك هنا اختصارات هي تقدر تلعب فيها وتزودها او تضيف عليها اختصارات تانيه او تحذف منها حاجات وتعدل حاجات عن طريق كلمه المزيد دي. بتلاقي هنا الاختصارات اللي ظاهره لك دي بتضغط على القلم ده ما كانش موجود قبل كده. وهنا بقى هو زي ما انت شايف تقدر تعمل ايداع او تلغي الايداع وتعمل القرن او تلغي القرن. انا مثلا على سبيل المثال عايز احط منصه الاطلاق بالشكل ده اقدر احطها. عاوز مثلا الغي كلمه الايه كلمه اليوم ديت الغيها احذفها واحط مكانها مثلا على سبيل المثال يا سيدي احط مكانها البي بتاعت الدفع مثلا او اي حاجه بقى موجوده معاك هنا في القائمه دي. القائمه دي طويله طبعا، احط مثلا الفا على سبيل المثال اهو. القائمه دي طبعا طويله وانت بتقدر تتخصص فيها اللي انت بتستخدمه دايما على منصه باينانس بدون اي مشكله. وبالضغط كده خلاص بيتم التفعيل معاك. لو رجعت اهوت زي ما انتم شايفين احنا هنا عدلنا وحطينا الاضافات اللي احنا عايزينها وقدرنا نتابع اللي احنا عايزينه. تقدر تتابع باينانس لو انت مش عاجبك كلمة باينانس دي تتابعها بتعمل كده تاني واستكشاف الان. وبتقدر انك انت
تلغيها اهو، تعمل تعديل اهوت وتلغي كلمة باينانس ديت، وتقدر انك انت تضيف خانة تانية بأي حاجة، مثلا صافي التدفق بتاع الايثيريوم، بتاع تدفق الايثيريوم واليو اس ولا البيتكوين اهو. بعمل كده اهوت وخلاص، بترجع معايا تنضاف لي القايمة اللي هي قدامكم دي. طبعا الشكل اتغير شوية، ولكن طبعا كالمعتاد هو بس اللي زاد كلمة تخصيص بتاعة المنزل بتاعتك. فأنا حبيت إن أنا أفهمك الموضوع ماشي إزاي، وإن شاء الله في الفيديوهات اللي جاية هنظبط مع بعض بقى آلية العمل والتداول على منصة باينانس، وإزاي بنكسب من التداول في منصة باينانس فلوس بدون اي مشكله. فخليك دايما متابعنا، وما تنساش انك انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل، عشان خاطر يوصلك كل الفيديوهات الجديده اللي احنا بننزلها اول باول.